السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، وصفة جديدة على القناة. بما اننا مقبلين على عيد الفطر كنحتاجو بحال هكا كيكات ووصفات اللي سهله نديروهم صباح العيد. اليوم غنحضر معكم واحد البسبوسه بالحامض، كتجي غزاله، كتجي رائعه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم. بلا ما نطول عليكم غنخليكم على المقادير. عندنا كاس ديال ياغورت 110 غرام ديال السكر حبيبات، هذا هو الكاس اللي عبرت به. يعني الكاس ديال الياغورت كنعبر به السكر وكنعبر به الزيت، يعني كاع القياسات عبرتهم بالكاس ديال الياغورت. عندي 2 كيسان ديال السميده اللي كتكون رقيقه، 2 حبات ديال البيض، وياغورت ديال الفاني، وقشور ديال حامضه متوسطه اولا صغيره. كناخذوا داك السكر مع الفاني مع البيض وكنحركوهم مزيان مع بعضياتهم حتى كيبيض لينا الخليط على هذا الشكل. كنضيف عليه الزيت وكذلك كنخلطو حتى كيندمج ليا مع المكونات. كنضيف عليه ياغورت ديال الفاني و القشور ديال الحامض، كنخلطهم مزيان مع بعضياتهم. وانا راه نسيت ما صورتش لكم الخماره، راني درتها في الاخر. ضفت دوك 2 كيسان ديال السميده الرقيقه، ماشي الفينو، سميده رقيقه، وغادي نخليها هكا كترتاح واحد 10 ديال الدقائق حتى كتعقد ليا واحد شويه صافي. وكنديرها كنخويها في واحد المول اللي القطر ديالو 26 سنتيم. يمكن لكم ديروا حتى 24، قد ما صغرتوا القدر قد ما كتجيكم عاليه اكثر. كنخويها هكا في المول. كنكون شعلت الفرن من قبل. هانا كنوريكم الخماره، يعني بانني نسيت ما حطيتهاش مع المقادير وما بينتهاش. صافي بعد ما كنشعل الفرن من قبل كنخشيهم الفوق حتى كتحمر ليا من التحت، ومن بعد كنهبطها لتحت وكطيب ليا صافي. كنخرجها. انا خدات معايا نص ساعه كانت واجده. هنا خديت داك الحامضه اللي درنا القشور ديالها عصرتها مزيان، وغادي نضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، اي ما يعادل 160 مليلتر. درت واحد الشريحه ديال الحامض والكاس ديال دانون اولا الكاس ديال الياغورت هو نفسه غادي نعبر به السكر، اي ما يعادل نصف كاس. هنا بعد ما طابت ليا كنخرجها صافي، وغادي نوضعها هكا في الطبسيل اللي غادي نقدم فيه البسبوسه ديالي. غنسقيها بداك الخليط اللي وجدنا من قبل. انا خليته برد حيت البسبوسه عندي سخونه، ما يمكنش ندير البسبوسه سخونه والخليط بارد. الا كانت البسبوسه بارده يمكن لكم ديروا السيرو ديالكم وهو سخون، حيت لا درنا البسبوسه سخونه والسيرو سخون فغادي تعجل لينا من الداخل وغادي تجي يعني حالتها كتجي مدقصه ومعجنه من الداخل. الا بغيتوها هكا في نفس القوام خفيفه تبعوا المراحل كيف ما قلت لكم. صافي هنا خديت واحد يمكن لكم دهنوها هكا يا اما بالمربى ديال المشمش ولا ديال الليمون اولا ديال الحامض، اي مربى متوفر عندكم من غير ديال الفريز راه ما كيجيش معاه زوين في المذاق صافي، ولا العسل. وكندير عليها الرقائق ديال اللوز. نتوما يمكن لكم ديروا الرقائق ديال الكاوكاو، يمكن لكم ديروا الكاوكاو كونكاسي ولا اللوز كونكاسي، ولا ديروا حتى الكوك، ويمكن لكم ديروا في الخليط الكوك. يعني كتنقصوا واحد شويه من الكميه ديال الفينو كديروه كوك. دابا نشارك معكم وصفات اخرين ديال البسبوسه بحال بسبوسه بالشكلاط وبسبوسه بالكوك. صافي بعد ما زينتها هكا بداك اللوز افيلي غادي ندوز باش نقطع معكم واحد الطريف. راه كتجي الصراحه خفيفه ومسقيه من الداخل. التقوى راه كتبقى على حسب الاختيار، اللي كيبغيها مسقيه بزاف راه كيسقيها بداك الخليط كامل، اللي ما كيبغيهاش مسقيه بزاف راه كيسقيها على حسب القياس اللي هو باغي. صافي هنا بعد ما قطعت الطريف انا غادي نوريه لكم. شوفوا كيفاش كتجي خفيفه وكتجي مفشفشه ومحلوله. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاستحسان ديالكم. غنقول لكم بسلامه ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وواحد التعليق، يعني راه هو اللي كيخلي الفيديوهات كتطلع الناس اخرين. وقد ما خليتوا لي لايك ولي كومونتير راه كيساعد القناه على انها تطلع.
يلا غنقول لكم سلامه ونتلاقاو في وصفه مقبله وفيديو مقبل باذن الله. دمتم سالمين.